السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده الروتين بتاعنا روتين تشجيع اخر حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بفك الستاره عشان هي بقالها حوالي شهر وحاجه كده ما اتغسلتش. اصلا انا كنت بفكها علشان انا زي ما انا قلت لكم ان هي طويله ويعني نازله على الارض كتير قوي، فانا قلت افكها علشان اقصرها شويه. فقلت طب ما انا اغسلها بالمره عشان اخلص منها كده، وقبل رمضان برضو ان شاء الله اغسلها برضو مرة كمان. زي ما انتم شايفين كده انا شلتها وبفك بقى الحلقات بتاعتها ديت عشان طبعا ما تضايقنيش في الغسيل وكده. فلما اغسلها بقى وتنشف يعني هقصرها شوية عشان هي كانت طويلة جدا زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. وطبعا هغسلها على ايديا، مش هغسلها في الغسالة عشان انا ما عنديش غسالة اوتوماتيك، ولو غسلتها في الغسالة العادية بتاعتي هتبوظ ممكن تتقطع. فانا حطيتها كده، فتحت المية على الجردل اللي انتوا شايفينه دوت، وحطيت عارفين يا جماعة دوت ايه بقى؟ ده المفاجأة، ده شاور. خلى الستارة ريحتها تحفة وجميل جدا جدا، وعمل رغاوي كده ونضفها لي. هتشوفوا دلوقتي، بصوا الرغوة بتاعته قد ايه، كانت الرغوة فظيعة يعني، كان حلو قوي. نضفها لي كده وخلاها بقت ايه وريحتها تحفة. طبعا بقى انا هحطها كده في المية وهنقعها حوالي ساعة كده عقبال ما اشوف الحاجات اللي ورايا. طبعا انا بقى مش هنصور في الشقة بره النهاردة، لأ، لان احنا عندنا حمام هيتعمل بعد ما اغسل الستاره كده. هروح بقى غسله الحمام برضو عشان بقالي فتره كده ما عملتوش تنظيفه اللي هي يعني بعمله كل يوم كده من فوق الوش، لكن مش بغسله بقى، مش بغسل الاشاني، مش بغسل الأرض يعني الارضيه وكده. فاحنا هنعمل بقى الستاره اول حاجه نغسلها، وهوريكم طبعا هنعمل ايه تاني. بس قبل اي حاجه، لو انتوا حبايبي مش مشتركين معايا في القناه ارجو الاشتراك وان انتوا تبقوا من عيله الصغير. وما تنسوش بالله عليكم اللايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم زي ما انتوا معوديني، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. طبعا شايفين بقى الرغوه بقت عامله ازاي، الرغوه تحفه. عماله بقى يعني انا مش عارفه اصور، مش عارفه ادعك بيها لان انا ايديا يعني ماسكه بايد الموبايل والايد التانية بغسل بيها زي ما انتوا شايفين كده. بس انا بقى قلت ايه، طب ما انا اروح اجيب الستاند واسند الموبايل واوريكم انا بغسلها ازاي. شفتوا المية كانت عاملة ازاي، نزلت كمية تراب مع انها لسه جديدة وبقالي شهر معلقاها. اهو كده. بص انا بقى رحت جبت الستاند وسندت الموبايل، وقلت بقى اوريكم تدعكوا ازاي بقى كده وتشوفوا بقى لو في حتة فيها بقع ولا حاجة تدعكوها كده كويس بايديكم. طبعا انا خفت ان انا اغسلها في الغسالة بتاعت الاطفال اللي عندي، علشان خفت عليها عشان هي خفيفة، فخفت لحسن تتقطع او تبوظ يعني يبقى مش حلوة. فقلت اغسلها انا على ايديا وبالمرة اعمل الحمام. بس كده دي اول مرة بقى غسلتها، هطلعها من المية واعصرها واسيبها تتصفى شوية لحد ما انا اعمل بقى الحمام. بعد كده نشطفها بقى بمية نضيفة كده. عايزه اقول لكم مجرد ان انا حطيتها على الحبل مسافه ربع ساعه لقيتها نشفت. الجو تحفه النهارده ما شاء الله، وهوا بس هوا جميل يعني حلو كده. بقى الميه اللي مليانه رغوه ديت هعملها بقى على الاشاني وهعملها في الارضيات، بندعك الارض كويس ونغسل الاشاني كويس. شايفين بقى الرخامه بتاعه الحمام دي يا جماعه، دي شايفين مجيره ازاي؟ نصيحه مني يا جماعه، محدش يعمل رخامه الحمام او المطبخ تكون سودا. الرخامة ديت كل شوية لازم تتمسح، لازم تتصبن، لكن برضو بتلاقيها مجيرة كده، يعني نوعها رديء جدا الصراحة. الليفة ديت بقى يعني ما اقولكمش، الليفة ديت يا جماعة مش ليفة عادية، الليفة دي بتاعت الحمام المغربي عارفين. مرة كنت ماشية عند واحد فلقيتها ب10 جنيه. فجبتها علشان بقى للشاور وكده، فلقيتها وحشة، نوعها مش حلو مش كويس. لقيتها البتاع بتاعها الليفة طالع منها سنون كده بتعور. فانا قلت لا اخليها بقى الحاجة اغسلها لإشاني لحوض اي حاجة، لكن دي ما تنفعش حموم الصراحة.
فيا بنات اللي عايزه تجيب الليفه المغربيه ديت تجيب الاصليه، ما تجيبش الليفات اللي في الشارع اللي بتتباع ب10 جنيه. طبعا انا طلعت الصبانه اهي علشان اصبنها وهحطها تاني. الشاور يا جماعه لما حطيته كده وفتحت عليه الميه، اول حاجه طلع ريحه تحفه، تاني حاجه عمل لي رغوه كتير قوي، تالت حاجه نضف لي الستاره كويس جدا وشال لي كل التراب اللي فيها. وديكوا شفتوا الميه كانت عامله ازاي. فانا بقى قلت ايه يعني حرام الميه دي تترمى بقى واغيرها واعمل، فرحت بقى ايه فضيها على الاشاني وفي السيراميك في الارض، يعني نضفت بيها الحمام خليته فله. بصوا انا كده بقى بشطفها يعني تاني مرة. شايفين لونها زهزه كده وبقت حلوة ازاي. وريحتها بقى ريحة الشاور دوت، ولا تقوليلي دوني ولا تقوليلي معطر ولا اي حاجة، كان ريحتها تحفة. الشاور خلاها ريحتها جميلة جدا. بس دلوقتي بقى هحطها على الحنفية علشان تتصفى شوية، وبعد كده هروح انشرها واخلص بقى بقية الحمام. بص بقى حبايبي، لما تيجوا تعملوا الحمام لازم تملي الجردل كده او البانيو تكون ميه سخنه، وتحطي عليها بقى ايه المنظفات اللي انت هتغسلي بيها، وتروحي بقى مغرقه بقى الارضيات ومغرقه الحيطان، يعني علشان لما تيجي لو في بقعه ولا حاجه وتيجي تدعكي البقعه هتتشال معاكي بكل سهوله. فبعد ما تخلصي تروحي بقى دعكيها بالفرشه بالليفه بسلك مواعين باي حاجه انت بتستعمليها. طبعا انا هنا شلت بقى الكريمات والحاجات بتاعتنا، وحطيت بقى حبة الشاور برضو كده وبدعك بيه. انا شكلي يا بنات هخلي الشاور دوت للتنظيف برضو، ايه رأيكم؟ قوليلي رأيكم في الكومنتات تحت. بص روته جميلة والله، لا وريحة كمان تحفة. فهمتوا حبايبي؟ محدش يعمل رخامة سودا خالص، ولا في المطبخ ولا في الحمام. هتدوخك كل شوية، كل ما تعمليها كده وأول ما ينشف تلاقيها غير كأنك ما عملتش من حوالي 100 سنة. نرجع بقى حاجتنا تاني. الحمام الكريم ده تحفة، والسكراب دوت يا جماعة برضو تحفة جدا. وده الغسول البشرة مزيل العرق. بس كده نشرب بقى الصبانة ونحطها مكانها. ونرجع بقى كل حاجة في الحمام مكانها. انا حطاها كده، بحط عليها ليفة، بحط عليها صابونة. بصوا انا بوريكم يعني انا هعمل ايه بعد كده، بس بروح قافله الموبايل واروح بقى ماسكه بقى الحاجه مرشوها. عشان بس انا مش عارفه يعني اصور لكم كويس ولا اعمل حاجه كويس، لان انا ماسكه الموبايل فمش عارفه. فانا بس بديكوا فكره على اللي انا هعمله، وبعد كده بقى بروح موقفه الستوب الموبايل وبروح بقى ماسكه الحاجه ومرشوها جدا عشان ايه تنضف معايا. كده ديت اللي خلصت معايا هتترمى، ودي كمان فاضلها شويه هشيلها بقى ايه
يعني هطلع الازازة الجديدة وهفضي بقى شوية دول عليها. بس انا كده عملت المراية، مش بنشف المراية بعد ما بعملها بالصابون والمية، هي دوبك المية كده بتفضل تزحلق من عليها وخلاص. لكن لو عملتيها بقى فوطة حاجة هتلاقيها جيرت، لكن كده مش هتجير معاكي خالص. وادوني رأيكم بقى يا بنات، ان انا اعمل ستارة على ايديا، ولا انا خايفة الصراحة ابوظها، ولا اروح اوديها بقى لحد يعملها لي. بس كمان عايز يعني خايفة برضو ان انا اوديها لحد، لاني انا مش عارفة المقاس بقى اللي انا عايزة اقصه قد ايه. فانا لو عملتها انا بايديا كده كل شوية بقى ايه احاول اظبطها انا والبنات، فلو طويلة هعرف اقصرها شوية، او لو قصيرة هطولها شوية. لكن لو انا وديتها عند حد ممكن يقصها لي، فانا مش عايزاها تقص صراحة. بس خايفة برضو ان انا اللي اعملها وابوظها. فانتوا قولولي في الكومنتات رأيكم، انا اعملها ولا اوديها لحد تاني. بس كده حبايبي، انا كده صبنت بقى الاشاني والارضيات وشطفتهم، وبنشف بقى الاشاني تاني. تجيبي فوطة كده حلوة بتمتص المية وتكون صوف، متستعملهاش عشان ايه؟ يعني لما تيجي تمسحيه بقى الاشاني يمتص المية اللي فيه كده ويدي لمعة ويبقى جميل. وكده خلصنا بقى، ونرجع حاجاتنا زي ما كانت. نحط الليفة بتاعتنا بعد ما صبناها كويس جدا، نحط الليفة التانية. بس كده، وادي الشاور اللي بقولكوا عليه. وكده خلصنا حمامنا، وما اخدش في ايدينا نص ساعة، والحمام بقى ريحته زي الفل وبقى نضيف جدا وبيلمع كده زي ما انتوا شايفين. وكمان غسلت الستارة وكانت جميلة جدا، والشاور خلاها ريحتها روعة. وهو ده الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش حبايبي اللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم.